السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توضيح بخصوص قضية الشهيد عبد الملك أحمد الصالحي ابن وصاب ابن ذمار. ما جرى اليوم من خلال الاجتماع الذي حضروا أولياء الدم، معهم المشايخ الشيخ عبد الرحيم الصالحي والشيخ محمد عبده هاشم العلوي والوالد الشيخ فضل الحداد، ومن الجانب الآخر الجهات الأمنية ممثلة بمدير عام مديرية وصاب السافل ومشرف المديرية والأجهزة الأمنية. تم الإمساك بالمتهمين بالقتلة، يعني الذي كانوا هم الجنود في نقطة نوح الطيور، وتم إيداعهم في السجن. خطوة نثمن تثمين عالي للجهات الأمنية على ما قاموا به وعلى سرعة الملاحقة. فقط بقى هناك بعض من الفارين من المتهمين في حادثة القتل. بإذن الله الجهات الأمنية لن تألو جهدا حتى يتم الإمساك بالبقية وفتح التحقيق معهم كامل حتى يكتمل الملف، ومن ثم تحويل الملف إلى النيابة مع المتهمين لتبدأ هناك مراحل. خلاص انتهى هنا دور الجهات الأمنية، جهات يعني دورها معروف ونثمن دورهم. احنا عندما يقوموا يعني بدور إيجابي نقول لهم شكرا. لكل إنسان دور في الحياة هذه، سواء من الجانب القانوني أو الجهات الأمنية أو الجهات القضائية أو دور المجتمع أو دور المشايخ. الدور وما فيه يعني أولياء الدم هم أمانة في وجيه الجميع، والشهيد هذا أمانة في أعناقنا جميعا. من خلال ذلك أسمع يعني بعض الأخوة يغردوا خارج السرب، وكل واحد يجي يقفز بدون معرفة بدون إدراك بدون إلمام. يقول لك ليش ما حولوا الذي تم القبض عليهم يحولوهم لمحافظة الحديدة؟ يا أخي ليش حولوا محافظة الحديدة؟ مديرية وصاب إداريا تتبع محافظة ذمار، والقانون هو قانون مسرع واحد، وعد معاهم قانون لآخر الحالة. القانون هو واحد، والجهات الأمنية تقوم مباشرة بعملها. هذا هو الدور المناط عليهم. دور المجتمع ودور المشايخ عليهم أن يكونوا كلمة واحدة إلى جانب أولياء الدم. ومن خلال أولياء الدم أذكر يعني الشيخ ناجي الربيعي الله يفتح عليه ويحفظه ويذكره بالخير، عندما اجتمعنا مرة في قضية هكذا قضية دم، وعندما تكلم قال أنا أشتي أصحابنا من ولي الدم عن هل يتعهد لنا إنه ما يبيعش، إنه ما يخالف، إنه ما يرجعش الوراء، ماش إحنا نمسك ونضغط ونخسر ونسير ونجي ونتعب انفاسنا للنهاية، وبعدين ولي الدم يقول يعني يرجع الوراء يعني يخسرنا جميعا. الله يفتح عليه. فلذلك على أولياء الدم ألا يتنازلوا قيد أنملة عن قطرة دم ابنهم، وكلنا أولياء الدم، لأن القضية هذه من يفرط فيها فيه قضية كرامة مجتمعية، ومن يفرط فيها والتهاون فيها أو التهاون في كل قبيلة والتهاون في دم كل وصابي أو عتمي أو غيره. دور المجتمع كون الأسرة فقيرة عليكم أن تقفوا، يعني من بعد ما يتحول الملف في النيابة عليكم أن تقفوا إلى جانب أولياء الدم. الشيخ المكلف بمتابعة القضية قادر ما يوصلهم إلى حبل المشنقة إذا به مجتمع جانب شيخ، والشيخ هذا بجانبه أولياء الدم، والله فوقهم جميعا، والله لن يروح دمه هدر. الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على ما قاموا به، وهذا نثمن جهودهم. وأنا قلت وتكلمت ثقتنا كبيرة في الأجهزة الأمنية على مستوى مدير أمن محافظة ذمر أو مدير أمن مديرية وصاب السافل، لأن هذا العمل الذي قاموا به أفراد نقطة نوح الطيور هو عمل مشين وعمل يخل بالدولة ويخل بالوضع ويخل بكل شيء. الدولة هي وجدت لحماية المواطن، أما الجندي الذي هو يعني عارف بحماية المواطن هو ما يقومش بهذا العمل، ولا هم أنهم يمثلوا الدولة كلها أو يمثلوا محافظة ذمار كلها أو الأجهزة الأمنية كلها. لا، من أخطأ فليتحمل خطأه وليتحاسب وليتعاقب، والقانون هو فوق الجميع لا تحت الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.